السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جدل رياضي جديد، لايك وشير واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بص يا سيدي، احنا النهاردة معانا موضوعين: موضوع عن شيكابالا، طبعا شيكابالا موضوعه طبعا مع الإدارة بتاعته، وموضوع عن أسامة حسن أو أسامة ملط، عشان هنخليه ملط دلوقتي. نبدأ بمين؟ نبدأ بشيكابالا. شيكابالا بيقول لك: لن أعتزل، لأن بعد اعتزالي سوف يعاني الفريق، أو إن الفريق هيعاني كثيرا يعني. وعايز أقول له: أنت فعلا عندك حق، إنك أنت لو اعتزلت الفريق هيعاني، وهيعاني يعني بكل الطرق فعلا. إن النادي الأهلي ممكن ما يكسبش يعني أنت لو اعتزلت النادي الأهلي ممكن ما يكسبش، بيراميدز ممكن ما يكسبكش، الاتحاد ممكن ما يكسبكش، البنك ممكن ما يكسبكش، المصري ممكن ما يكسبكش. هتلعب لحد امتى؟ واحد يعني هيطلع واحد في المثل زملكاوي يقول لك مثلا: انت مالك؟ لا بس بجد والله. اصل انتوا لو يعني فكروا بالعقل، يعني مش عايزك تفكر لو مؤاخذة في الكلمة انك انت ايه، ان انا بارم او كاره شيكابالا. بالعكس، هو اسلوب شيكابالا ما يتحبش، اسلوبه خارج او داخل الملعب ما يتحبش. خارج الملعب انا ما شفتش منه حاجه غير تصريحات على الفاضي، انما داخل الملعب هو طبعا معروف. واكثركم اكثر جماهير النادي الزمالك بيطلع في مثلا على السوشيال ميديا وبيقول لك ان هو صاحب اللقطه، صاحب لقطه، صح؟ طيب، هو هيلعب في السن يعتبر 41، كل ده عشان ممدوح عباس يعني قال لك مش هصرف تاني. فطبعا هو مش هياخد ال 25 او ال 30 مليون اللي بياخدهم، فالاداره مش هتقدر ان هي تجدد له السنه. فان هو لو قعد وممدوح عباس قال لك ان انا هدعم نادي الزمالك تاني، فمن الطبيعي الاداره لوحديها كده دايركت هتمضي شيكابالا سنه، لان عارفه ان شيكابالا هو اللي بيجيب لها الفلوس من ممدوح عباس، لان ممدوح عباس طبعا بيحب شيكابالا، فعشان كده هيكون في دعم. وعشان هيكون في دعم من ممدوح عباس، فشيكابالا هيقعد السنة. فعشان ما فيش دعم فشيكابالا المفروض ان هو هيعتزل، والإدارة مش هتجدد له، فهيخش طبعا على 41 سنة، وعبد الله 41 سنة، وبتتفاوضوا مع طارق حامد داخل في الأربعينات أو 39 حاجة زي كده. فمعلش في الكلمة، يعني معدل الأعمار عندكم هيكون حاجة 35 سنة، والفرق كلها بتدعم. انت هتروح فين؟ ده هو شيكابالا بياخد بيعمل سبرنت بيجيله شد ضمه، مش عارف ايه، شد خلفي، شد امامي، ويركن. بيعمل ايه؟ هو خلاص يعني قعدوا على الدكه ايام، مضوا وقعدوا على الدكه. نيجي للموضوع التاني الاهم بالنسبه لي، وهو اسامه ملط. أسامة مالطي ده كان في النادي الأهلي، من ناشئين النادي الأهلي، وطالع بيقول لك طالع قال يعني نزل تويتة بيقول فيها إيه. طبعا بيرمي عن المنتخب وحسام حسن وإبراهيم حسن ويعني والإدارة بتاعت المنتخب. بص يا سيدي بيقول لك إيه: السنغال كسبت إنجلترا في إنجلترا 3-1 وأنت قاعد في الرحاب بتشجع الأهلي. لا برافو، شغلانة حلوة وجميلة للدرجة دي. مفيش خوف على مصر ومنتخب مصر، تهون عليكم بلدكم عشان فريق في الدوري حلو. هو مش هيهون عليه بلده، محدش بيهون عليه البلد، بس انت معلش في الكلمة تاريخك ايه؟ انت لعبت 3 مباريات مع المنتخب، لعبت 3 مباريات مع المنتخب، ما لعبتش غيرهم. ما كسبت، ما معكش ولا بطولة، 0 بطولات. هي بطولة كأس مصر أخدتها مع إنبي وكنت احتياطي، ما شاركتش فيها. بعد كده ما فيش أي بطولة أخدتها مع الزمالك ولا مع، يعني أنت طلعت من الناشئين رحت على انبي، ومن انبي رحت على الزمالك، ومن الزمالك رحت على الاتحاد، ومن الاتحاد رحت رايح على مين؟ ومن الاتحاد رحت رايح معتزل في أسوان. بص، مع احترام النادي أسوان، بس هو ده آخرك، ده آخرك. أنت 0 بطولات،
صفر بطولات بمعنى كلمة صفر بطولات. ايه بطولاتك اللي انت اخدتها؟ قلت لك كأس مصر يا ملط، ملط في كل حاجة، ملط في كرويا، ملط كلاميا، ملط بطولات، ملط اهداف، ملط في كل حاجة، ملط في كل حاجة. انت لما رحت نادي الزمالك اعروك، يعني ما قعدتش اعروك، وبعد كده رجعت كنت نادي الزمالك، وبعد كده رحت الانبي، بعد كده رحت اعتزلت في اسوان، وبعد كده بعد ما اعتزلت مسكت قطاع الناشئين في نادي انبي، وبعد كده مشوك عشان كان فيه فشل. السنة الوحيدة اللي فشل فيها يعني نادي انبي كامل. فانت ايه لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي ما ترميش زي الحريم. انا الفيديو اللي عملته امبارح عملته عشان خاطر الترمية بتاعت الحريم ده. كده نسى اللي انت بتعمله ده حريم فعلا، والله العظيم حريم. انت ايه اللي عملته في حياتك انت عشان تطلع تتكلم عن النادي الاهلي وتتكلم على كابتن حسام حسن ان هو بيتفرج وان هم عايزين يا عم؟ ده الفيفا نفسها مطلع يعني قرار ان من حق اللعيبه ما تديش لعيبتها لاي منتخب. اي منتخب في العالم من المشاركين الانديه دي اللي مشاركه مش ما حدش يقدر ياخد منها لعيب. فما تقدرش انت اللي زيك انت تصريحك ده تحطه في لو مؤاخذه في كوم زباله، في كوم زباله، تحطه في كوم زباله. انت لما بتطلع بتتكلم بانهي استضافه؟ يعني انت عشان تتشاف بتطلع مع كابتن مجدي عبد الغني، لو ان يعني معتز اينو بيديهم لك ظرف في وشك كده ما بيخليش عندك وش اساسا. بتطلع عشان خاطر شويه تهاجم وشويه تدافع وشويه تهاجم وشويه تدافع. انت مع الرايقه، مع الرايقه، انت محروق دمك حقد وغل وكل حاجه عشان خاطر ان انت النادي الاهلي ما استعبركش اساسا في اي حاجه. انت مجرد كنت لعيب فاشل في الناشئين، لعيب فاشل في الناشئين، لعيب ملط. بتطلع ملط وانت ملط اساسا، بتطلع ملط وانت ملط. فلما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي يعني يا ريت بلاش تتكلم عشان خاطر ان انت كلامك غير مسموع غير مرئي غير اي حاجه خالص. وهتقول لي غير مرئي وغير مسموع، انت بترد او بتتكلم عليه، او لا انا هقول لك ان انا بتكلم عليك او غيري هيتكلم ويرد عليك عشان خاطر ان هو يوريك حجمك. لان انت مش انت شايف حجمك ان انت كبير جدا، بس بالنسبه لك انت جنب الرصيف. غير كده يا اسامه ملط، يا ريت لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي تقوم تقف وعلى رجل واحده لحد النادي الاهلي ما يأذن لك انك تنزل رجلك وتوقف على رجلك الاتنين. فلما تيجي تقارن او يعني تتكلم عن النادي الاهلي اللي هو ده دوري يعني فرقه في الدوري. طب انت عامل نفسك منتمي لنادي الزمالك، شجع يا عم نادي الزمالك وخلي عندك قوه وخليه ياخد بطوله ويورينا هيعمل ايه هنا، يورينا يعمل ايه هنا. مش هيتكلم عن ان هو اعتزم في مع من باتشوكا في ضربات الجزاء ودي المره الثالثه ودي مش عارف ايه. شدوا حيلكم انتوا ورونا ان انتوا حتى يا عم انتوا ما تعرفوش المواصلات بيروحوها ازاي يا جدع بلاش هري على الفاضي. يلا يا عم، دمتم في امان الله، السلام عليكم.